أعرب رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني عن إعجابه الكبير بالنجم لامين يامال، مؤكداً أنه يستحق التتويج بالكرة الذهبية بالنظر إلى ما يقدمه من مستويات مبهرة مع الماتادور. وفي تصريحات أدلى بها لقناة RTV الإسبانية، قال لوزان عقب الفوز 5-4 على فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية: أعتقد أنه بات واضحاً للجميع، ليس فقط بسبب الهدفين اللذين سجلهما، بل لما قدمه من مباراة رائعة بكل المقاييس. وشدد: كل لمسة من يامال تبهر الجميع، قد كرس نفسه كلاعب كبير رغم صغر سنه، أتمنى أن يمنح الكرة الذهبية، فهو يستحقها عن جدارة. وحسم المنتخب الإسباني عبوره لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث سيواجه المنتخب البرتغالي الأحد المقبل. وتحدث لوزان أيضاً عن أول نهائي يخوضه في منصب رئاسة الاتحاد، قائلاً: لقد كانت مباراة عظيمة أثبتت مجدداً تفوقها، رغم أننا واجهنا منتخباً كبيراً. قد يبدو الأمر سهلاً، لكنه في غاية الصعوبة. وفي خبر آخر، يتجه مسؤولو برشلونة للاستغناء عن أحد لاعبي الفريق مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الجاري. وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة برشلونة تعمل حالياً على إعادة هيكلة قوام الفريق، وتسعى للاستغناء عن 8 لاعبين قبل نهاية شهر يونيو حزيران الجاري. وأوضحت أن ديكو المدير الرياضي للنادي يريد تجميع 30 مليون يورو لميزانية الصفقات، وتوفير 20 مليون يورو من ميزانية الرواتب السنوية. وتابعت: كل المؤشرات تتجه إلى أن برشلونة بصدد الاستسلام أمام المدافع الفرنسي كليمنت لينغليت، وتركه ينتقل إلى أتلتيكو مدريد بصفقة انتقال حر. وأعار النادي الكتالوني لاعبه لينغليت 3 مرات طوال المواسم الثلاثة الأخيرة إلى توتنهام هوتسبير وأستون فيلا في إنجلترا وأتلتيكو مدريد في الموسم الماضي. ويرغب النادي المدريدي ومدربه دييغو سيميوني في الاحتفاظ بخدمات المدافع الفرنسي الذي انتقل إلى برشلونة في صيف 2018 قادما من إشبيلية. وفي خبر آخر، تعثر نادي برشلونة الإسباني في محاولة صريحة لضم الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي. في هذا الصدد، أكد مراسل صحيفة ذا أتلتيك أن ليفربول رفض عرضا من برشلونة للتعاقد مع لويس دياز. وأضاف: لقد تواصل برشلونة مع النادي الإنجليزي، لكن ليفربول أكد أن اللاعب ليس للبيع. وأشار أيضا: من غير المرجح أن يجدد ليفربول تعاقده مع دياز، لذا سيبقى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما حتى لو أدى ذلك إلى انتقاله بصفقة انتقال حر. يذكر أن لويس دياز انضم لصفوف ليفربول في صفوف 2022 قادما من بورتو البرتغالي، وينتهي تعاقده بعد موسمين في صيف 2027. ويستهدف برشلونة تعزيز خط هجومه بجناح أيسر، حيث تكهنت تقارير صحفية باهتمامه بعدد من اللاعبين مثل دياز وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ونيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو.